سلام سلام البنات ومرحبا بكم كامل عندي في القناة. وكيما راكم تشوفوا معايا اليوم راح نشارك معكم كالعادة والعوايد جزء من روتيني. كيما راكم تشوفوا وصفة المقاروني البنات هايلة. جربوها ما راح تندموا. كيما راكم تشوفوا عندي هنا المقارون كيما راكم تشوفوا يعني اي نوعية عندك تاع مقارون. عندي حبة طوماطيش، عندي ثوم، عندي فلفل هنا المرقد حار، وعندي صدر الدجاج كنت من قبل يعني طبخته وبعد ذلك يعني قطعته كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا البنات كنت درت المقارون تاعي يطيب يعني حسب يعني حسب عدد الافراد تاعك تاع العائله. المهم هنا شوفوا البنات انا تقريبا درت يعني الباكي كامله، خليت منها شويه برك. يعني درتها في يعني درتها في الكوكوط الاخرى درتها مرقه للوالد لانه يحبها مرقه. المهم هنا البنات شوفوا رحت طيبت هذاك المقارون، درت له شويه زيت شويه ملح فقط يعني وخليته يطيب كيما راكم تشوفوا معايا. وهنايا راح نكمل معكم يعني الوصفه. شوفوا البنات هذه الوصفة أنا شفتها في وحدة يوتيوب جزائرية دايرتها، وصراحة البنات قد ما شفت تعليقات عليها بالله نجربوها وعجبتهم وقلت نجربها. معليش شوفوا البنات هنا رحت جبت هذيك حبة الطوماطيش درتها كرفشتها كيما راكم تشوفوا، وكرفشت تاني ثوم، وراح نضيف شويه فلفل. شوفوا البنات هذا الفلفل روعه البنات، راه مشري يعني ماشي مخدوم. الريحه تاعو ما شاء الله. هنا روح جبت الطماطيش تاع المصبره يعني طماطيش العلب، درت منها كميه صغيره البنات، ودرت هذاك المغلى تاعي الكبير درته يعني على النار كيما راكم تشوفوا. وراح نتكتك هذو كامل مع بعضهم كيما راكم تشوفوا يعني راح كامل يعني نغليهم كيما راكم تشوفوا. وهنا درت شويه فلفل راه حار البنات يعني حار، والبنه تاعو الريحه يا البنات ما نحكي لكمش. المهم هنا شوفوا البنات هذه الوصفه كيما قلت لكم انا شفتها في وحده من يعني شفتها عند وحده في اليوتيوب، وكي جربتها البنات صراحه المذاق تاعها رهيب. وهي دايرة يعني تحبوا ديروها بالطو عفوا، تحبوا ديروها بالفرماج، تحبوا ديروها فهمتوا عليا البنات، تحبوا ديروها بصدر الدجاج. للمعلومة أو ملاحظة فقط صغيرة، شوفوا هنا صدر الدجاج أنا كنت درته قطع قطع، تحبوا ترقوه يعني أكثر وتحبوا يعني ترحوه في الأشوار ثاني يجي بنين. هنا شوفوا البنات نرجع الوصفه تاعي كيما اني قلت لكم، درت كلش رقه كرفشته عفوا في الرقاق كامل، ودرته على نار هادئه كيما راكم تشوفوا معايا. درت لها شويه زيت ملح توابل، درت لها طماطش مصبره، طماطش هذيك كرفشتها، درت ثوم كيما راكم تشوفوا معايا، درت شويه فلفل حار كيما راكم تشوفوا. وهذا كامل راح اخليه على نار هادئه تماما يعني قليله، باش يعني كامل هذيك النكهات يعني تمتزج مع بعضها. وهنا طبعا كان المقرون تاعي راهو يعني طاب يعني نحيته من النار كيما راكم تشوفوا معايا. الريحه البنات ما نحكي لكم مش روعه يعني، ريحه الثوم مع ذاك ريحه الفلفل مع راه يعني في المغله كيما كيتغلاو. شوفوا البنات المقرون تاعكم ما تحاولوا ما تكثرولوش الماء، والنار ما تنقصوهاش عليه لاني كنت تنقصي النار كامل راح يجيك معجن. وكي تكثروا الماء كذلك يعني يبدا يشرب في ذاك الماء، يعني حاولوا طيبوها يعني قياس قياس كما حنا نقولوا. المهم هنا البنات كيما راكم تشوفوا معايا خليت كل شيء يتجمر، راني منقصه النار خليت كل شيء يتجمر على ديك النار. ورحت شفت المقرون تاعي تقريبا راني يعني البصبة راهي قربت خلاص. شوفوا البنات جمعت كامل هذوك يعني هذاك الثوم هذاك الحي كامل، حبيت نمسجهم نغليهم مع بعضهم باش باش يعني تخرج لي البنة رهيبة كما حنا نقولوا. شوفوا البنات ان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح نحاول ندير يعني اكثر شيء وصفات. واذا كان عجبكم المحتوى يعني تاع يعني التزريق والتنظيف والميناج ما إذن قولوا لي ثاني في التعليقات، يعني باش نعرف المحتوى اللي نعود نقدمه ان شاء الله. اهم شيء يكون المحتوى نظيف
هذه اللي نقولها نعاودها. شوفوا هنا البنات، رميت هذاك الدجاج راني كيما قلت لكم، كنت جبت صدر دجاج نقيته ودرت له يعني غاليه تاع ماء، كيما اللي يعرفوني وقبلهم عارفيني. نحب ندير له غاليه تاع ماء وندير له شويه ملح، ورقه تاراند، ندير له قشره تاع برتقال ولا الليمون. بعد داك الشي جبت هذيك الصدرة وحاولت يعني نقطعها كيما راكم تشوفوا يعني مربعات. وهنا يعني كانت تقريبا طايبة كامل، ما كانش نص استواء، يعني كانت طايبة ديك الصدرة. وجيت كيما راكم تشوفوا رميتها في هذيك التكتوكه اللي كنت درتها تاع الطوماطيش فلفل ثوم، فهمتوا يعني البنات. وبديت نحرك فيها باش تشرب كامل هذيك البنات تاع التتبيله هذيك كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا البنات، انا هنايا اول مره نجرب يعني المقارون بالدجاج، يعني موالفه نجربه بالطو بال بال هذيك شو يقولها الكريمه تاع الجبن فهمتوا عليا البنات. بصح دي اول مره نجربه يعني بالدجاج. وبصراحه خرجت يعني البنه ولا اروع. يعني صراحه اللي ما يشتيش كامل مقارون ياكل. شوفوا البنات، هنايا رحت المقارون تاعي كيما راكم تشوفوا يعني طاب ما شاء الله. شوفوا كل حبه يعني وحدها كيما حنا نقولوا طاب يعني روعه كيما راكم تشوفوا. الاصوص قعد لي شويه اصوص. انا هذا الاصوص واش ندير فيه؟ شوفوا البنات، خير ما نروح ندير هذيك الاصوص ندير لها يعني ماء كاع من اول وجديد. نفضل نجيب الماء من نفس الماء اللي طابت فيه ديك الشوربه ولا السباكيتي ولا فهمتوا علي البنات. شوفوا جبت كاس وبديت بديت يعني شوفوا نصفوه كامل في داك الماء، عفوا نصفي فيه وندير فيه هذا الكاس. يعني نحتاج قدر نصف كاس ولا ربع، يعني حسب كمية الأصوص اللي راكم حابينه يكون يعني ثقيل ولا شوية، فهمتوا علي البنات. أنا ما نحتاج ياسر. حابة برك هذاك الثوم هذيك الطماطش ما يحرقوليش، والصدرة يعني تجيني يعني تجيني هشة ما تجينيش مقرمشة. شوفوا البنات، جبت هذاك الماء كيما راكم تشوفوا وجبته من نفس الماء تاع المقارون اللي طيبت فيه. وشوفوا سكبته كامل كيما راكم تشوفوا على هذيك يعني على هذاك صدر الدجاج وهذيك التتبيله كيما راكم تشوفوا معايا. وراح نخليه عفوا يغلى شويه ونطفي عليه. شوفوا البنات، راح نحاول كامل الصدر هذيك كامل نحطها في هذاك الأصوص باش تشرب البنة. بعد داك الشي خليها شويه ونطفي عليهم. المهم هنا البنات شوفوا رجعت للمقارون تاعي كيما راكم تشوفوا كان طايب يعني ما شاء الله. وطبعا راح نديرو في الكسكاس كيما راكم تشوفوا باش يقطر كامل هذاك الماء الزائد، لاني انا ما نحتاجوش في هذه المرحله، يعني ما نحتاجوش، فهمتوا علي البنات. تشوفوا سكبتو كامل في هذاك الكسكس باش كامل يقطر مليح مليح. يعني تقدري يعني تصفيه في نفس الاناء ذاك. بصح يبقى يعني فيه كميه تاع ماء لازمها الكسكاس باش يقطر كامل مليح. شوفوا البنات، قطر كامل. شوفوا كميه الماء اللي هي خرجت منه، شفتوا البنات. ورجعته هنا كيما راكم تشوفوا فوق هذيك البرمه يعني باش يتقطر ليه مليح مليح. وتحبوا هنا في هذه المرحلة تضيفوا قطرة يعني ماء بارد فوق هذاك المقرون، كما إلا كان عندكم معجن ولا طاب يعني فوق القدر تاعو عادي ما تخافيش، جيبي ماء بارد وسكبيه فوقه. هو الأرز سباكيتي أي نوع يعني تاع عجائن راح يرجع يعني ما شاء الله. وإلا كان يعني طايب قد قد استعمليه طول. شوفوا هنا البنات، يعني خرج لي ما شاء الله. اني غطيته باش يتم حامي. رجعت للتكتوكه تاعي كيما راكم تشوفوا يعني خرجت روعه يا البنات. صدقوني يعني البن ولا اروع. انتم جربوها وقولوا لي في التعليقات الى عجبتكم والله مجربينها من قبل. اعطوني افكاركم، كان يعني اللي ديرها بافكار او فكره اخرى يعني مدوا لي افكار من عندكم. وهنايا جبت هذاك المقرون يعني قدام لا نطفي على هذاك التكتوكه كامل. جبت المقرون باش يعني نحطها سخونه، فهمتوا عليا البنات. يعني المقرون ما حبيتش يبرد، وهذيك يعني الاصوص ما حبيتهاش تبرد. قدام لا تطفي عليها تجيبي داك المقرون وتسكبيه كامل فوقها وتقلبي يعني بشويه باش ما يتلكلكش قاع تولي حاجه الحيه قاع معجنه معاك.
شوفوا البنات راني مغرف خشبيه ونحاول نحرك بشويه كيما راكم تشوفوا معايا. نساعد روحي يعني نحرك المغلى، نحرك بالمغرفة الخشبية. وهنايا البنات خرج ما شاء الله. شوفوا البنات قد ما نحكي لكم ما راحش نوصل لكم البنات تاعو باللي راه صح خرج يعني ما شاء الله. وانا حبيت نقول لكم الى عجبكم المحتوى تاعي ما تنسوش تدعموني، تحطوا لي لايك، تشتركوا في القناه، والى مشتركين من قبل حبيت نقول لكم شكرا، والى اول مره حبيت نقول لكم مرحبا بك. واهم شيء ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف ظريف ولنا لقاء يعني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وسلام.